محمد عبد الله نصر. شيخ محمد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام ولمشاهديك الكرام. الله يخليك. اتفضل. الله يبارك. في الحقيقة يا أستاذ وائل، يعني أنا أحب أطرح سؤال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنا رحمة للعالمين منذ 1400 عام. قبل 1400 عام هل كانت البشرية في حالة انحلال؟ هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لينظم أزياء الناس ويعلمهم كيفية دخول الخلاء، أم أن الزي عادة اجتماعية لا علاقة لها بالدين؟ وأنا هنا أطرح السؤال الثاني لشيوخنا الأفاضل المجتمعين، وخاصة الشيخ الأزهري اللي اتصل منذ قليل وقال أن هناك زي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة أسماء حينما قال لها أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين. هذا الحديث ضعيف وهو خبر آحاد، وخبر الآحاد أي راوي واحد لا يبنى عليه أي حكم شرعي. في القرآن الكريم الآية التي استدل بها الشيخ وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة تختلف من مجتمع إلى مجتمع. فعلى سبيل المثال زينة المرأة المصرية غير زينة المرأة في أفريقيا، غير زينة المرأة في أوروبا. والقرآن أو الإسلام هو نظام عالمي لكل البشرية، ليس للجزيرة العربية فقط. ولكن منذ جاءنا المد الوهابي بأفكاره وأطروحاته فرض علينا زيا معينا وقال أن هذا هو الزي الإسلامي. والسؤال هنا: هل كانت السيدة فاطمة بنت محمد والسيدة خديجة بنت خويلد ترتدي زيا غير التي ترتديه امرأة أبو لهب وامرأة أبو جهل؟ هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرتدي زيا غير الذي يرتديه كل رجال قبيلته؟ طبعا الزي هنا كان عادة اجتماعية لا علاقة لها بالدين. وحتى القرآن الكريم لم يأتي بنص في تغطية شعر المرأة، ولكن تغطية شعر المرأة هي عادة يهودية دخيلة على الإسلام. وكل المستمعين الآن يكتبوا على جوجل الحجاب عند اليهود أو في إسرائيل، سيجدوا منتقبات ومحجبات ولابسين إسدال في إسرائيل. الزي ده استورده التيار السلفي من الجزيرة العربية وصدروا إلى مصر. مصر حتى أوائل السبعينات كانت النساء ترتدي زي الدكتورة. وبالمناسبة أنا تعاملت مع فتيات التيار الإسلامي اللي كانوا معانا في الثورة أو في جامعة الأزهر، ما شاء الله بيخربوا ويدمروا ويحرقوا. وتعاملت مع الأستاذة الدكتورة اللي قدامك اللي ضيفتك الكريمة وغيرها من اللي بيسموهم بهتانا وزورا للمتبرجات. كانت نظرتي من 15 سنة أن العفة في الثياب، ولكن وجدت أن العفة والحجاب في العقل، في القلب، في روح الأنثى، وليس في زيها. ولكن التدين المظهري اللي خلى الدين بالشكل، ونسينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. للأسف الشديد هم يظنون المرأة وعاء جنسي فقط. وهنا أنا أسأل السؤال الثالث لكل ذكر يسمعنا، وهناك فرق بين كلمة ذكر وكلمة رجل. فالرجولة صفات إذا اتصفت بها الأنثى فهي رجل، وإذا اتصف بها الذكر فهو رجل، وإذا انعدمت من الطرفين فما يقوش رجالة. عشان كده القرآن الكريم بيقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه الآية نزلت في امرأة خولة بنت ثعلبة التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. هنا بطرح السؤال: الشباب الجميل اللي مثير للشهوة نحجبه هو كمان، ولا الشهوة خاصة بالأنثى فقط؟ يعني الست فقط هي المرغوبة؟ ما هو في شباب دلوقتي بيبقوا لابسين عفوا أشبه بالبلوزات، ومش لابسين فانيلات داخلية جسمهم باين والبنطلون وسطه ساقط. هذا الشاب هل نحجبه حتى لا يثير الفتنة في المرأة، عشان حتى لو سافر بره ما حدش يتحرش به؟ يبقى نحجبهم هم كمان. ولذلك أقول: إذا كانت كل علاقة بين ذكر وأنثى هي علاقة جنسية، فكل علاقة بين ذكر وذكر هي علاقة شذوذ، وكل علاقة بين أنثى وأنثى هي علاقة يعني مثلية. أولى دولتين في العالم بيطبقوا زي بيدعوا إنه ديني على المرأة، السعودية وأفغانستان، والدولتين دول أولى دول العالم في التحرش. حتى لو حضرتك عرضت الفيديو في السعودية في العيد الماضي تم اغتصاب منتقبة، اهي لبست وغطت جسمها. الهوس الجنسي اللي موجود في عقولهم
طب في الدنيا هنقول الست ما لبستش وكان هي السبب. طب وفي الآخرة ذنب الحور العين ايه؟ يا أستاذ وائل، وصل الهوس الجنسي إنهم قالوا إن الإنسان أول ما يدخل الجنة يجد زوجته من الحور العين فيمارس معها الجنس 70 عام، ثم إذا انتهى يرفع إلى الغرفة اللي فوقه يلاقوا واحدة ثانية. حتى ما الهوس والكت والقمع الجنسي اللي موجود عندهم عايزين يخرجوه على أفراد المجتمع. ولذلك أنا أدعو نساء مصر إلى ثورة على الموروث الاجتماعي والموروث الديني الذي همش المرأة. لن نبني أمة بدون المرأة، المرأة هي التي تنجبني، وإذا كانت المرأة عورة فأمك عورة. وما تزعلش لما واحد يناديك في الشارع يقول لك يا ابن العورة ويا زوج العورة ويا أبو العورة. يعني ارفعوا ايديكم عن الناس وما تبقوش أوصياء عليهم. وسبوبة الانتخابات عايزين نستحضر المشهد الديني، فحجابي هو عفافي وأرجوك البسي كذا. حرائر الإخوان منتقبات بيسبوا الرئيس بهاشتاج مسيء، بيحرقوا الجامعات، بيكفروا أفراد المجتمع، وبيقولوا ألفاظ في المظاهرات وفي قلب جامعات دينية في مصر. فليس هناك زين للمرأة. غطاء الرأس لا دليل عليه من القرآن الكريم. اللي عايز يعمل تشريع من عند نفسه يقول هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى. الله لم يقل إلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ومنطقة الجيب هي فتحة الصدر، لم يذكر هنا الشعر. وإذا كان شعر المرأة عورة ليه؟ شعر الرجل أيضا لو ناعم وزي الحرير وشعر أصفر وعينيه خضراء ده ما هو مثير للفتنة، يغطيه ويحجبه. شيخ محمد عبد الله ناصر بتوجه